يلا بينا نعمل خلطة السمك المقلي المقرمش زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، ويطلع كده مقرمش وحلو قوي ولونه ذهبي بالظبط زي اللي بنشتريه من المطاعم واحسن كمان. هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. جميع انواع السمك سوري تنفع تتعمل بالطريقة دي. اي نوع سمك بلطي، مكرونة، روسي، اللي هو السمك اللي هو مش عارفة اسمه ايه، السمك الروسي ده. تمام، اي نوع سمك هينفع ان هو يتعمل بالطريقه دي. بس لو ما اشتركتيش في القناه ما تنسيش تشتركي دلوقتي، تعملي لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفيد بيه. وما تنسيش تكتبي لي كده كومنت حلو علشان اكمل وانزل على طول فيديوهات تفيدكم ان شاء الله. عندنا هنا السمك انا كنت منضفاه ومتبلاه وشايلاه في الفريزر. تمام، عايزه اقولك لما بتنضفي السمك وتحطيه في الفريزر بتتبيلته، بتيجي تطلعيه على القلي او على الاكل بيطلع طعمه حلو جدا جدا. بتلاقي كل نقطة كده في السمكية متبلة كويس قوي قوي قوي. تمام، وبعد كده طبعا هو بالتتبيلة بتاعته منزل كده مية من بتاعته اللي هي بالتتبيلة كده عارفينها. يعني اصلا التتبيلة كانت عبارة عن ليمون وفلفل وتوم وكزبرة وكمون وملح، فهي الكيسة جواها التتبيلة بتاعته. فانا مش هرمي التتبيلة دي، تمام، لا انا ببل فيها السمك وبعدين بطلعه على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. وكمان الحكاية دي حلوة قوي لانها بتخلي المطبخ ما يتبهدلش عندك. يعني انا دلوقتي كل اللي بعمله ان انا واقفة كده جنب الحوض، يا دوب حاطة كيسة في قلبها السمك وحاطة فيها شوية دقيق مش اكتر من كده، وشغالة في قلب الكيسة دي علشان ولا البوتاجاز يتبهدل عندي ولا الأرض تتبهدل من الدقيق ولا الرخامة يقع عليها دقيق وتتبهدل. لا هو يدوب بس الكيس، ولما بخلص هلمه زي ما هو كده بأي بواقي جواه سواء بواقي دقيق أو أي حاجة تانية، وبرميه زي ما هو كده. وكده أبقى أنا ما وسختش ولا مواعين ولا وسخت الحوض بتاعي، ولا الحوض ممكن يتسد مثلا ان انا وقع جواه فرافيت من الدقيق، لان طبعا عارفين ان فرافيت الدقيق دي بتسد الحوض جدا وبتخلي يعني بيطلع عينك على بال ما تسلكي تاني الكوعة بتاعة الحوض. فالطريقة دي حلوة قوي لتقليل البهدلة، وكمان يعني لضمان ان السمك يطلع عندك مقرمش وطعمه حلو وواخد الكراست او الطبقة المقرمشة بتاعته اللي احنا بنشتريه من بره ندفع فيه مبالغ قد كده علشان خاطر يبقى مقرمش كده. بصوا بقى انا السمك عندي هنا مش متجمد يا جماعة، بس هو ايه كان في الفريزر، بس انا يعني مش متجمد او ما تقلقوش يعني. ننزله كده في الدقيق اهو زي ما انتوا شايفين، وعلى الطاسة على طول، يعني انا مولعة اصلا على الزيت، فاللي هو يا دوب يخلص هنا يروح على طاسة الزيت علشان يبدأ عملية التحمير بسرعة. طبعا السمك ما بيحتاجش نار عالية قوي ولا نار هادية قوي، لو نار هادية قوي هينزل مية كتير وهيطرى، ومش هتعرفي بعد كده تخليه يمسك نفسه تاني لانه كده للأسف هيبقى اتهرى. ولو النار عالية جدا هتلاقيه اتحرق ومستواش من قلبه، لسه قلبه ما متجمد او مستواش اصلا، ملحقش ان هو يستوي، النار كانت عالية عليه بزيادة. فهو بيحتاج نار تكون متوسطة، يعني مش عالية قوي ومش هادية قوي، اللي هو يدوب مظبوطة علشان يستوي من جوه كويس وفي نفس الوقت يتحمر من بره وياخد الطبقة المقرمشة اللي كلنا بنموت فيها دي. عايزة اقول لكم اصلا السمك ما بياخدش وقت على النار، السمك من الحاجات اللي بيخلص بسرعة وما بتلاقوهوش اخد منكم وقت خالص على النار، لان لحمته يعني طرية خالص وبتجمد بسرعة.
بتستوي بسرعة وبتلم كده على بعضها بسرعة، مش زي الفراخ ولا زي اللحوم ولا الحاجات دي خالص. الأسماك والجمبري والسي فود عموما ما بياخدوش وقت على النار كبير. الفكرة هنا بس ان احنا عايزين السمك المقلي عندنا يتقرمش كويس. تمام. عندي بقى هنا الكمية بتاعة السمك كلها، عملتها كلها، شلت منها جزء وحطيته دلوقتي في الزيت بيتقلي. تمام. وطبعا الكيس ده لقيت ان هو مبلول قوي، يعني في قلبيه مية كتير، فانا مش عايزة ابوظ الخلطة بتاعت الدقيق عندي او ابوظ خلطة السمك. انا مش عايزة السمك يطلع معجن. بصوا لو تلاحظوا كمان الحوض نفسه نظيف، يعني يا دوب اللي هو بس هخلص تنظيف السمك، ويا دوب بس اغسل الحوض كده غسلة بسيطة خالص واشطفه، ويبقى كده ما وسختش مطبخي، ما وسختش اي حاجة. مطبخي نظيف، الدنيا كلها نظيفة، كل حاجة تمام ومظبوطة جدا، ومفيش اي حاجة مني اتوسخت خالص، ولا حتى عملت مواعين ولا بهدلت الدنيا ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين اهو. هنبدأ كده نعمل الكمية التانية من السمك. طبعا ده السمك اللي هو البلطي، اللي هو صغير شوية. البيت كله هنا بيحبه بيموت فيه، وطريقة تنظيفه سهلة جدا، مش صعبة ولا حاجة. وكمان يعني كده احنا كلنا بنعتبره في البيت اللي هو بيبقى ألذ سمك ممكن تاكلوه، بيبقى طعمه حلو جدا. زي ما انتوا شايفين اهو. انا لما باجي اعمله بصراحة بشتري منه كمية، بشتري منه مثلا 2 كيلو 2 كيلو ونص، لا علشان يبقى كمية حلوة، يعمل معايا سيرفيس كويس كده، شكله كده يبقى حلو ويشرف، وبيبقوا مستمتعين بيه جدا وبيقعدوا ياكلوه، يعني بيبقى طعمه حلو قوي. هو يعني يعتبر كده أزأزة، اللي هو سمك من بتاع الأزأزة، بس بيبقى طعمه جميل. ولو اتنضف صح واتبل صح واتقلى بطريقة مظبوطة بيطلع حاجة كده وهم، بيطلع طعمه جميل، مقرمش قوي من بره وطري كده جدا من جوه، واللحم بتاعه بسم الله ما شاء الله كده في صوص كده، وبيطلع طعمه جميل قوي بصراحة. وكمان المميز فيه انه مفيهوش شوك كتير، هو بس سلسلة الظهر اللي احنا عارفينها دي، ومفيش شوك كتير جوه. زي ما انتوا شايفين اهو. انا تبلت الحبة اللي باقيين من السمك بالدقيق، وبقية السمك في قلب الطاسة بيتقلي، او في قلب الصينية بيتقلي. انا بحب اقلي في صينية. زي ما انتوا شايفين هقلبه على الوش التاني اهو. زي ما انتوا شايفين بياخد كده ايه لون من اليمة دي وبس، ولون من اليمة التانية وخلاص، يعني الموضوع مش صعب وما بياخدش وقت. شايفين بسم الله ما شاء الله الكمية بتاعته كويسة ازاي، وبيطلع طعمه جميل قوي على فكرة، طعمه حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هسيبه لحد ما ياخد الطبقة بتاعته من الوش ده، وبعدين ياخد الطبقة التانية. يعني مش بفضل اقلب فيه كتير كده رايح جاي، لا هي مرة ومرة وخلاص، عشان طبقة القرمشة دي ما تقعش من عليه. واتفرجوا بقى، بصوا الله، بجد احلى وصفة واحلى طريقة للسمك، مقرمش جدا يا جماعة من بره، والله العظيم لو انتوا هنا هتلاقوه مقرمش بطريقة مش هتتخيلوها، وطري جدا من جوه. انا طبعا مش قادرة امسك سمكية كده افتحها واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي، لان هي سخنة قوي، يعني لسه طالعة من الزيت. هسيبها تتصفى وهقدمها بألف هنا وشفا.